هنعمل مع بعض النهاردة فطاير الجبنة بديل السندوتشات والفينو للمدارس والفطار. والوصفة تعتبر اقتصادية وسهلة جدا وما فيهاش مكونات كتير وبحشوات مختلفة حلوة وحادقة، وهتطلع معاكم هشة وطرية وكمان شكلها جميل هيخلي أولادكم يحبوها. أهم حاجة تركزوا معايا في المقادير والطريقة عشان تطلع معاكم ناجحة من أول مرة إن شاء الله. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله اتوم ام عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمقادير اللي معانا النهاردة: نص كيلو دقيق، 500 جرام، 4 كوبايات، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، كوباية لبن دافية اي نوع متاح عندك 200 مللي، وممكن نستبدلها ب3 معالق كبار هرمية لبن بودر، زائد كوباية مية 200 مللي دافية، ربع كوباية زيت 60 مللي، وممكن نستخدم زيت على زبدة، بس احنا قلنا ان هي وصفة اقتصادية فاستخدمت زيت خالص. بيضة في درجة حرارة الغرفة، 3 معالق كبار هرمية سكر 50 جرام، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة خميرة فورية. بالنسبة للحشو اللي معايا: جبنة ميكس، جبنة قديمة، جبنة مثلثات، تقدري تستخدمي اي حشوة تحبيها متاحة عندك. بنجيب طبق ونحط فيه اللبن الدافي ونحط عليه السكر ونقلبهم مع بعض، نحط عليهم الخميرة الفورية ونقلبهم مرة تانية ونغطيها لمدة 10 دقايق عشان نتأكد من الخميرة. والخطوة دي زي ما بقول لكم دايما انها مهمة جدا عشان نتأكد من نشاط الخميرة وان ينفع نستخدمها ولا لا، عشان مش تبوظ الوصفة كلها. بعد 10 دقايق هنلاقيها بالشكل ده، عملت فقاقيع هوا على وشها وهي كده نشطة وينفع نستخدمها. لكن لو مش اتغيرت بالشكل ده مش تستخدموها وجيبوا غيرها. نجيب الدقيق وننخله، والافضل اننا ننخله، والدقيق اللي بستخدمه دقيق جميع الاغراض والاستعمالات. بنجيب الخميرة ونحط عليها البيضة والفانيليا، بس بناخد جزء من صفار البيضة على جنب عشان ندهن بيه الوش، ونقلبها في الخميرة واللبن، نحط عليهم الزيت والخل ونقلب كل ده مع بعض. نحط الخليط على الدقيق ونقلب بالمعلقة. نبدأ نلم العجينة بايدينا، ولو لقينا ان العجينة ناشفة زي العجينة بتاعتي كده بنضيف لها معلقتين لبن دافي او مية دافية، لان لما عجنتها كانت لسه في بواقي دقيق والعجينة ناشفة شوية، وده على حسب نوعية الدقيق. وكده العجينة اتلمت معايا، مش بنضيف لها اي حاجة تانية حتى لو كانت بتلزق في الايد. نبدأ نلم العجينة ونغسل ايدينا ونرجع نعجنها مرة تانية، هنلاقي قوامها بيتظبط معانا فما تقلقيش خالص منها. واول ما تتلم كل المكونات مع بعض نبدأ نعجنها لمدة 10 دقايق، لان كل ما نعجنها اكتر كل ما كانت العجينة ناعمة وهشة بعد التسوية. ودي العجينة بعد ما عجنتها لمدة 10 دقايق، عجينة طرية وبتمط ومش بتلزق في الايد. بنحط معلقة زيت في الطبق وعلى وش العجينة ونغطيها بستريتش او كيس تلاجة وفوطة ونسيبها لمدة نص ساعة لحد ما تخمر. بس مش بنسيبها تخمر زيادة عن اللزوم علشان العجينة تفضل ماسكة نفسها بعد التشكيل وشكلها يطلع مظبوط، وكمان لسه تخمر مرة تانية. وناخد بالنا ان وقت التخمير في الصيف نص ساعة، وفي الشتاء بياخد ساعة لحد ما تخمر، لان العجينة بتخمر ببطء في الشتاء. ودي العجينة بعد ما اختمرت هنبدأ نهبطها زي ما بعمل في الفيديو. هنبدأ نقسم العجينة كرات متساوية، وانا عملت الكرات بتاعتي بحجم 60 جرام، وكان حجمها مناسب جدا، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بعد ما بنقسمها بنلم كل كرة على شكل بوج زي ما بعمل في الفيديو وننعم سطحها. بنحط الكرات على صينية مدهونة معلقة زيت علشان مش تلزق في الصينية. والعجينة عملت معايا 15 كرة. بنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق بالظبط. نبدأ نشكلها بعد ال5 دقايق،
ونبدأ نشكل اول كرة عملناها، نفردها على سطحها الناعم عشان ده هيبقى وش المعجنات، ونفردها بايدينا او بالنشابة المتاحة عندك اعمليه. نفردها على شكل مستطيل وسمكها ما يبقاش لا تخين ولا رفيع. لو العجينة بتلزق وانت بتفرديها مش تحط دقيق، حطي شوية زيت على السطح اللي بتفرد عليه. نبدأ نحشيها زي ما بعمل في الفيديو بأي حشوة تحبوها، حلوة أو حادقة. بنقفل أطراف العجينة بعد ما حشيناها عشان مش تفتح منك بعد ما تخمر مرة تانية. وبالسكينة نعمل فتحات زي ما انتوا شايفين في الفيديو ونلف باقي العجينة. وهو ده الشكل اللي بنوصله في الآخر. واهم حاجة بعد ما بنلفها بنقفل النهايات كويس جدا، وبنقلبها وبنقفلها من تحت كويس جدا جدا زي ما بعمل في الفيديو علشان مش تفتح من تحت بعد ما تخمر مرة تانية. بنحطها في صينية فيها ورقة زبدة، ولو ورق الزبدة بيلزق زي بتاعي بدهنه بمعلقة زيت بالفرشة. بنكمل باقي تشكيل الكرات بنفس الطريقة، واسيبكم تشوفوا طريقة تشكيل مرة تانية. بس ناخد بالنا مش بنسيب كرات العجينة مكشوفة واحنا بنشكلها، لازم نغطيها عشان وشها مش ينشف. والمفروض نغطيها ونسيبها تخمر مرة تانية لمدة 10 دقايق. بس انا على ما خلصت تشكيل الفطاير كانت خمرت وحجمها اتضاعف، فمش هسيبها تخمر مرة تانية. لكن لو خلصتيهم بسرعة ومش لحقت تخمر سيبيها تخمر وترتاح لمدة 5 دقايق. في الوقت ده بنسخن الفرن لمدة 10 دقايق على 180 درجة. بعد ما تخمر بندهن وشها بمعلقتين لبن وجزء من صفار البيض اللي سبناه على جنب مع رشة فانيليا. واحنا بندهن وشها بالراحة خالص عشان مش نضيع تخمير الفطاير. بندخلها الفرن في الرف الأوسط على الشبكة لمدة من 10-15 دقيقة لحد ما تتحمر من تحت. بعد كده بنطفي الفرن ونشغل الشواية لمدة 5 دقايق، وندور الصينية في الفرن كل شوية عشان المعجنات كلها تاخد لون واحد. ودي المعجنات بعد ما طلعت من الفرن، واحنا بنعرف انها استوت من تحت باننا بنرفع طرف ورقة الزبدة زي ما بعمل في الفيديو. لو لقيناها احمرت من تحت بنقفل الفرن ونشغل الشواية. اول ما بتخرج من الفرن بدهن وشها بمعلقة سمنة عشان يديها لمعة. بعد كده بنغطي المعجنات بفوطة او صينية اكبر منها ونسيبها لمدة 10 دقايق. وزي ما انتوا شايفين المعجنات طلعت ما شاء الله، شكلها وريحتها يفتحوا النفس، وكمان طالعة طرية وهشة زي ما قلت لكم. وحقيقي لو جربتوها هتعتمدوها وهتوفر عليكم كتير، لان تقدري تعملي منها كمية كبيرة وتسيبيها في الفريزر تكفيكي اسبوع. واهم حاجة عشان تطلع معاكم مظبوطة اتبعوا الخطوات اللي قلت لكم عليها، والتزموا بوقت التخمير وكمان المقادير ومدة العجن، لان دي كلها حاجات بسيطة بس بتفرق معاكي في المعجنات بعد التسوية. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.